قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل. ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم؟ سأروي لكم قصة جميلة ومشهورة. وعن ماذا تتحدث تلك القصة؟ تتحدث عن بقرة بني إسرائيل. بقرة بني إسرائيل؟ نعم، بقرة بني إسرائيل. فقد جاءت تلك القصة في سورة من القرآن الكريم، وسميت بنفس الاسم، سورة البقرة. وما قصة هذه البقرة؟ هذه البقرة كانت لغلام يتيم فقير من بني إسرائيل، ولم يكن له من المال غيرها، وكانت هذه البقرة جميلة المنظر، صفراء اللون كالذهب الخالص، ولذلك فهي نادرة الوجود. يا أمي، لم يترك لي أبي غير هذه البقرة ونحن فقراء. اصبر يا ولدي على قدر الله، فقد يقدر الله لنا رزقا واسعا من حيث لا نحتسب. صحيح يا أمي؟ نعم يا بني، فالله على كل شيء قدير، وهو أرحم الراحمين. إنما تطلبه من الأموال كثيرا جدا، ولن أعطيك كل هذا المبلغ. ماذا ستصنع بكل هذه الأموال؟ ولكني أريد أن أذهب إلى أصدقائي لنلهو ونلعب. إذا تريد أن تضيع المال على أشياء تافهة وليست نافعة مع أصدقاء السوء. لا تقل هذا الكلام عن أصدقائي. لو كانوا طيبين لنصحوك بالخير ومنعوك من الشر. إن عمك هذا غني جدا، فلماذا لا تأخذ منه الأموال التي تحتاج إليها؟ لأنه لا يعطيني كل ما أريد حتى أستمتع بحياتي وأفعل ما أريد. ولماذا يحرمك من لذاتك ومتعك؟ لأنها أمواله وليست أموالي. ولكنها من الممكن أن تصبح ملكا لك أنت. كيف؟ إذا مات عمك ورثته في أمواله وأصبحت ملكا لك. وهل سأنتظر حتى يموت عمي؟ هذا يحتاج إلى وقت ربما يطول، وأنا أريد المال بأي طريقة. إذا ليس أمامك إلا طريقة واحدة. وما هي؟ أن تعجل أنت بموته. أقتله؟ نعم، لابد أن أتخلص منه للأبد. أحذر أن يراني أحد في هذا الليل وأنا أدخل إلى بيت عمي. قصص النبي المصطفى حلو جميل، فيه المواعظ والهدى أدب أصيل، من كل زهر ناضر ثمر ذليل، قول فصيح واضح حكم تسيل، رجل سقى كلبا فنال ثوابه، واستوجب الغفران بالرب الجميل، وثلاثة